يا مساء الخير، كل سنة وانتوا طيبين. النهاردة هنعمل فتة كوارع وهنعمل فتة لحمة ضاني وهنعمل 3 أصناف من الشرب. بس لو أول مرة تشوفوا قناتي ما تنسوش تعملوا اشتراك ولايك وشير لو عجبك الفيديو. هنتكلم النهاردة الفيديو كله عن الكوارع وطبعا الفوائد بتاعتها وازاي نغسلها غسلة كويسة جدا بمحلول النقع اللي احنا هنعمله، وازاي ناخد شوربة كده حلوة جدا، وازاي نعرف اذا كانت عجوزة معانا فردة الكارع ولا اذا كانت صغيرة. يلا بينا على الوصفة على طول. معانا فردة الكارع، طول ما هي لونها موف او لونها بينك تعرفي ان فردة الكارع دي صغيرة معانا، تمام. وطبعا لو هي فيها حاجات بسيطه كده من الشعر بمسكها لسوحها كده على النار زي ما بنعمل البط كده بالظبط. الراجل طبعا بيبقى منضفها بس بيبقى فيها حاجات بسيطه. هو طبعا بصراحه قطعها لي على 3-4 حتت، انا بصراحه نسيت خالص اقول له اخليها لي، يعني اخلي لي الجلد من العظم، فانت خليكي شطوره شويه كده. انا بصراحه كنت مشغوله اليوم دوت فنسيت خالص اقول له اخلي لي اللحمه بتاعه الكارع خالص من العظم. وطبعا العظم ما بنرميهوش عشان بيبقى فيه النخاع، وده طبعا مفيد جدا، تمام. وبعد كده طبعا حطينا كل حاجه حصى يا بنات، يعني فلفل اسود حصى، حبهان حصى، ورق لورا، جزر، توم، ايه تاني يا بنات، لو عندك مستكه حطي، عندك عيدان قرفه حطي، اي خضار حابه تحطيه فيها حطيه. نيجي بقى هنا على صوص الطماطم بتاع الفتة، معلقتين زبدة، وحطينا طبعا توم دقينه كويس جدا، وحاطين فيه ملح وفلفل اسود بس. يعني التوابل بتاعة الصوص الطماطم بتاع الفتة فلفل اسود وملح بس. اول ما التوم اصفرت معايا يا بنات ابتديت انزل بشويه خل ووراهم على طول شفشق الطماطم. حاولي على قد ما تقدري الطماطم ما تزوديش الميه في شفشق الطماطم عشان تتقل معاكي كده وتبقى حلوه. نيجي بقى هنا للرز بتاعنا. انا قلنا اعمل شويه رز كده للبنات اللي هم عايزين يخشوا يساعدوا ماما كده على طول. حطينا كوبايتين ميه تكون بتغلي على النار، وحطينا معلقه زبده ومعلقه ملح، ونزلنا بنص كيلو رز. هنطعم بقى الرز بتاعنا، ناخد بقى كبشتين شوربه، شوربه لحمه هنحطها كده على الرز، والميه بتاعت الرز او الشوربه بتبقى فوق الرز بحاجات بسيطه. وبعد كده اول ما الرز يبتدي يتشرب مني خالص هبتدي اوطي زي الشمعه. ده طبعا رز كده سريع سريع ما بيطولش معايا كده على النار. بصوا الشوربه بتتكلم لوحدها، حاجه كده بجد تفتح النفس. شايفه فاتحه كده وجميله، هي بتتكلم لوحدها والله، حاجه كده ما شاء الله. ليه؟ عشان احنا عملنا محلول نقع. عملناه ازاي؟ نيجي بقى الاول ناخد الشوربه دي اول شوربه شيلناها كده على جنب. وطبعا شوربه الضاني دي تاني شوربه، وشوربه الكارع اللي احنا هنعملها بالتومه و4 معالق صلصه قبل ما تصفر بحاجه بسيطه. هنزل ب4 معالق صلصه ويدوبك دقيقتين وهطش على الكارع بتاعتي. هحط امتى التومه بالصلصه قبل ما هطفي بربع ساعه. يعني انا كده خلاص احس ان الكارع بتاعتي قدامها ربع ساعه كده وخلاص هتستوي، هنزل بالتومه بالطماطم بتاعتي، وهبتدي اوطي زي الشمعه واغطي الغطا بتاع الحله كده خالص، وهسيبها بقى كده على النار ربع ساعه وهغرف. هنا بقى طبعا عملنا معلقتين تومه اصفرت معايا، ونزلنا بالعيش بتاعنا حمصناه كده بمعلقتين الزبده، وبعد كده هنزل بكبشتين شوربه ضاني او كبشتين شوربه كارع، حسب بقى ما انت ما يكون اللي موجود عندك. طب دلوقتي لو الكارع بتاعتي حسيت ان هي طولت على النار احط ربع معلقه سكر، وهي هتاخد وقت معايا بتاع ساعة ونص، وهوطي زي الشمعة. وطبعا لو طلعتي واحدة كده وحسيتي ان الجلد بتاع الكارع ابتدى يتفكك منك خالص تتفصص كده، تعرفي ان هي استوت منك خالص. لو هي لسه مش يعني الجلد بتاع الكارع مش عايز يعني يتفكك كده يتفصص كده من العضمايه، تعرفي ان هي لسه ما استوتش، وسيبيها كده على النار ووطي عليها زي الشمعة. خدنا بقى شوربه الكوارع يا بنات حطيناها على العيش حاولي على قد ما تقدري ما تطرهوش قوي، يعني نص نص. انت مجرد ما تحطي كبشتين الشوربه هو هيطرى حاجه بسيطه، ونبتدي بقى نحط بقى الرز بتاعنا والصلصه وحاجه الفته بتاعتنا، ونرص بقى الفته بتاعتنا على السرافيس.
دلوقتي بقى طبعا احنا نعمل محلول النقع ازاي. هناخد الكارع بتاعتنا بعد ما خلاص خليناها من عند الجزار، وطبعا عملناها كده على النار. يعني لو فيها حاجات بسيطة كده شعر هنلسوحها كده على النار زي البط بالظبط، ومجرد ما هنعملها بالسكينة اي حاجة هتطلع من الشعر البسيط دوت بالسكينة، مجرد ما هتلسوعيها كده تعملي كده بالسكينة هيطلع منك كل حاجة. وبعد كده طبعا هنحطها في كده بولة كبيرة 3 لتر مية، يعني المية تبقى مغطية كده الكارع من فوق، ونحط نص كوباية ملح، وهنحط 3 معالق سكر، وهنحط طبعا ليمون، شرايح ليمون، ونعصر ليمون كده كويس جدا، ونسيبها طبعا ساعتين 3. ليه نعمل كده؟ هتلاقي الجلد بتاع الكارع طري معاكي كده وما خدش معاكي كده على النار طول بتاع ساعتين ولا حاجة، لا مش هتطول معاكي على النار. وطبعا تجمعاته الدمويه هتلاقي انت الميه نفسها اتغيرت معاكي، لونها نفسه اتغير. كل حاجه هتتشد معاكي من المحلول النقع اللي احنا عاملينه دوت. تمام، ده بالنسبه لمحلول النقع اللي احنا عملناه. طب انا دلوقتي واثقه في الجزار بتاعي وعملت محلول النقع دوت وبقت 100 100. لو انا بقى طبعا مش واثقه في الجزار وحاسه ان برضو الكارع مش 100 100، اعمل ايه بعد ما اعمل محلول النقع؟ امسك الكارع بتاعتي احطها في ميه بتغلي على النار، وادلق الميه بتاعتي دي، وابتدي اعمل مرقه بقى من اول وجديد. اجيب حله بقى كده فاضيه، بعد ما دلقت الميه اجيب بقى حله فاضيه واحط فيها الكارع، واحط بقى الجزر والبصل والثوم وفلفل الحصى والحبهان وورق اللورة وكل حاجة. بصوا تحفة جميلة، هي كده خلاص استوت معايا وبقت لوز، يعني مهرية مني كده خالص. تمام. طب انا ليه ما احطش بهارات ناعمه؟ علشان هتحسي ان الميه متعكره منك، هتقعدي تقولي طيب هي من البهارات ولا هي رواسب البيضه ديت ولا ايه بالظبط. لا، حطي كل حاجه حصى عشان تقدري تشيليها خالص بالمصفى كده وتشربي شوربه كده نظيفه زي ما انتي ما شفتيها كده من شويه. طيب دلوقتي احنا قلنا لو هي عجوزه قلنا العضميه هتبقى لونها بيضه، لو العجوزه العضميه هتبقى لونها بيضه، ما تبقاش العضميه لونها موف او لونها بينك. ولو النخاع بتاعها لونه ابيض تبقى برضو صغيره، لو النخاع بتاعها لونه اصفر تبقى عجوزه. كده احنا قلنا بالنسبه لما اكون صغيره او كبيره. انا بصراحه الفيديو دوت المفروض كنت انزله لكم اول يوم العيد بس ما حصلش نصيب عشان كنت تعبانه شويه. دي شوربه الكارع، وقبليها كانت شوربه الضاني، وشوربه طبعا الكارع اللي احنا عملناها بالثومه وبالصلصه. دي طبعا شوربه ثالثه طلعناها كده من الكارع، حاجه كده بجد وهم تاكلي بقى كده بجد بألف هنا وشفا. مفيده جدا طبعا للركب اللي عندهم خشونه. ما تنسوش تخشوا تعملوا لي اشتراك ولايك